العالية فرصة تسجيل هدف اللي بيقود هذه المباراة خوليان ألفاريز. هذه محاولات الأرجنتين، تمريرة في العمق، كل الحذر من البدايات. داروها في لقاء كرواتي الثنائي النسخة السابقة اللي كانت انتهت بثلاثية، وعملوها أمام البرازيل في شهر مارس طبعا من 2025 في التصفيات، ولما فازوا 4. شاركت المباراة الماضية بشكل مميز. كرة الثانية على طول هنا مروان، لمسة من جانب زيكو، كرة على الأرض. منتخب مصر له الثقة موجودة، الرغبة موجودة. تحرك المرة دي من كريم حافظ اللي بيعود للمشاركة للمرة الثانية. انطلاقة حلوة المرة دي، صراع القوة. صلاح وزيكو في المقدمة، هيثم حسن اللي بيشغل الجانب اليمين، إمام عاشور بيشغل الجانب اليسار والشمال، والدين الارتكازي اللي بنشوفه امامنا هنا. الضغط العالي من جانب رامي ربيعة، ضغط المصري العالي. المباراة في حالة التعادل سيكون هناك فاول امامنا هو تصل الى مروان. استلامه من جانب محمد صلاح، ملعب ممتلئ، كرة العرضية ياسر مكمل يا ارجنتيني. الكرة اللي بين الخطوط اللي كلمنا عنها، الخطورة ديفول وضاعت، لكن في راية تسدد. هي الكرة دي بتلعب كتير في البوكيت او الجيوب اللي ما بين الخطوط، يعني ما بين وسط الملعب وما بين خط الظهر. بص التحرك المرة دي بشكل مميز. تغطية دفاعية مع خوليان ألفاريز، وتطلع رمي التماس للأرجنتين. رمي التماس إنزو فرنانديز، دايما هتلاقي كاريدس هو ليساندرو مارتينيز تيليفيكو. إنزو فرنانديز، إنزو أرجنتين، تحضير، ماسكين كورة. دخل المصري يعني يطرد مرة ثانية إمام، وفاول لصالح فاول لإمام ياسر إبراهيم وهيثم حسن، الاثنين المهددين في حال ان شاء الله فوز مصر بالغياب لو خدوا انذارات في هذه المباراه. صلاح يسند على طول الى هيثم اللي عمل يعني اداء مميز بعد دخوله كمان. عرضيه حلوه الراسيه، زيكو عرضيه حلوه، لكن المنتخب ليه شكل، وفي محاوله كانت من هيثم العرضيه، لكن استلام من محمد هاني بشكل مميز. هاني ياخد ركله ركنيه المنتخب المصري. ادي ليساندرو مارتينيز، اثنين قلبي الدفاع. ممكن قوي المنتخب المصري يستفيد الحقيقه من يعني هذه الامور. كبار الحضور هنا في ملعب المباراه امامنا، 78 و86 واخيرا في 2022. مره ثانيه على طول ركنيه القصيره، كره العاليه، فرصه تسجيل يسجل سجلت الكره الشباك، وسكنت في قلب مرمى الارجنتين. ياسر ابراهيم واحد الكرات اللي عبرت القلوب وسكنت. ركله جزاء على هيثم. شفت التقدم هنا من تيليفيكو وتدخل من هيثم حسن، لكن ننتظر الفار. الحكم الفرنسي فرانسوا تيكسيه اللي يدي ركله جزاء. امامنا هو كبار الفار، معاه في الفار العالمية طبعا في الأزهر، لكن العالمية في كرة القدم، خدت العالمية يتصدى مجدي عبد الغني. طبعا كابتن مجدي عبد الغني واحد من نجومنا الكبار اللي عنده هدف، وايضا المرة دي تحضير من جانب خوليان ألفاريز الى ميسي، سقط كرة عالية خطرة، وروميرو يسجل هنا من الكرة في واحدة من الغفلات القليلة في اللقطة اللي فاتت. غفلة من الدفاع المصري، وروميرو يسجل امامنا هدف التقليص في الدقيقة 79. ميسي تمرير الاختراق، لكن يشيل المرة دي على طول يغطي مروان عطية. لكن المنتخب المصري مرة ثانية اوعى التلامس. ميسي يا ساتر، بص ميسي عدى ازاي، طبعا اسطوره ميسي بلحظات صعبه. مره ثانيه عرضيه خطره جدا، كونيان يا ساتر. ميسي يسجل التعادل في ميسي بقى جاب اخره وكاس العالم، ويسجل في كاس العالم المباراه التاسعه على التوالي. ضيع ركله جزاء. بص ميسي بداها، ثم الابعاد هنا، ادي على طول كره لوتارو، ثم الكره الثانيه امامنا تتصلح في المباراه. يعني كان جهد كبير من اللاعبين، لكن ان شاء الله التقدم كان بنتيجه 2-0، والعوده كانت الارجنتين 2-2 في المباراه في وقت صعب شويه، لكن ان شاء الله نتماسك. مره ثانيه منتخب مصر، محمد هاني، مهند، تمرير على طول، لكن يقطع ليساندرو مارتينيز.
مشاهد أنت تلاعب وتلاقي منتخب الأرجنتين. بص الجماهير أمامنا المصرية والجماهير الأرجنتينية. وخد لك صورة منتخب الأرجنتين تدارك الماتش. آخر مرة بطل العالم خسر في هذا الدور يعني كان في عام 86 لما خسرت ايطاليا، بطلت 82 امام فرنسا دور 16 كان 0-2. فرصه للارجنتين خطر بقى الكره دي، كل كره ثابته لميسي لازم نتعامل معاها لا لان ميسي هو الارجنتين رغم ان يمتلك نجوم واسماء كبيره. على طول كره على ارض المره دي بين اللاعب باريدس. هل ننهي الامور كده بهذه النتيجه ويكون الوقت الاضافي يعني مع تعديل في الاوضاع هنا وتعليمات كابتن حسام حسن للحفاظ طبعا على فرص والحظوظ والوصول يعني الى ممكن ركلات الترجيح وممكن نحسبها ان شاء الله في الوقت المتبقي. نشوف الوقت البدني ضاع قد ايه. اداء ابو يلا هاني حاول هاني يلف العرضيه خطره جدا. يا تريزيجيه هل هناك دفع في اللقطه اللي كانت لصلاح لكن الكره تحت رجله تحول انتظار الدعم. شوف لو انتظر امامنا الدعم يلعب العرضيه خطر الارجنتين يسجل امامنا انزو فرنانديز. هجمه مرتده مصريه كانت منذ قليل ضاعت الفرصه ارتدت الكره وتسجل في هذه اللحظات. هنشوف هل هناك تسلل على انزو. حكم اللقاء امامنا فرانسوا لتكسيه. لان نتحدث على منتخب مصر لان المنتخب المصري قدم مباراه كبيره وسكالوني لا يصدق هذا السيناريو لا طويله ولحظات ايضا الدراماتيكيه لكن لم تكون يعني ان شاء الله حزينه لان الحكم نوفر ريفري نوفر ظلم باين وواضح، بيضيع مجهود بلد كامله من اول الماتش. هو جاي علينا مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 الارجنتين. بطوله موجهه حسب الله ونعم الوكيل. هدف التقليص برأسية 79. شكرا لهذا الحكم المرتشي، شكرا لهذه الكرة التي لعبت